هذا خطأ شائع. معنى خطأ شائع، خطأ منتشر وعند بزاف ديال الناس. اش كيدير فين ما يبغي يتوضا خاصو يدير الاستبراء او الاستنجاء. واش الوضوء ضروري كل مره غادي ندخل باش نتوضا نغسل يدي 3 المرات، ندير كل حاجه 3 المرات ونغسل رجلي 3 المرات؟ شويه الجريد خضر جابوه ليه وغرسوا في هذوك جوج قبوره وقال لهم هاد جوج قبوره انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. سين ولي. بزاف ديال الشباب ما كيصليوش، وبزاف ديال الشباب كيديروا اخطاء كبيره في الوضوء، وبزاف ديال الشباب حتى ملي كيصليو كيخطئوا وسيدي ربي كيتجاوز على ديك الاخطاء. ولكن كاينين شباب كيقول لك تنكبر شويه، اولا كيقول لك انا باقي صغير على الصلاه، اولا كيقول لك انا كندير المعاصي وغنصلي. كيفاش هادشي؟ ما يمكنش. انا ما يمكنش نكون منافق، كنصلي وكنعصي فهمتوني. هادشي علاش معنا الدكتور الذوق باش ينورنا في هذا الموضوع هذا ديال الوضوء والصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكركم على الاستضافه تاليا. وفي الحقيقه الموضوع اللي طرحتي السي مهدي موضوع مهم جدا، وانا كيبان لي حتى لا نكون اكاديميين او حتى لا نتحدث لغه فقهيه جامده، نهضروا بالدارجه وسأحاول أنني ننتقل بهذاك الوضوء إلى وضوء آخر، وهذيك الصلاة اللي شرتي لها إلى صلاة أخرى. واخ السي الذوق. نعم. الوضوء. نعم. واش الوضوء ضروري كل مره غادي ندخل باش نتوضا نغسل يدي 3 المرات، ندير كل حاجه 3 المرات ونغسل رجلي 3 المرات؟ وضروري الاستنجاء، حيت كاين بعض الاشخاص اللي كيقول لك الاستنجاء من فرائض الوضوء. احسن الله اليك، سؤال وجيه مهم. هذا خطأ شائع. معنى خطأ شائع، خطأ منتشر وعند بزاف ديال الناس. اش كيدير فين ما يبغي يتوضا خاصو يدير الاستبراء او الاستنجاء، خاصو يدخل لي طواليت. هنا لا، كنقولوا لا، هذا غير شبه بين قوسين صغيرين، شبه عدم معرفه باحكام الوضوء. حنا كنقولوا بنادم ما يدير الاستنجاء الا اذا خرج شيء من احد المخرجين، اما لغه ديال الفقه، لغه عربيه، اما ان يكون بولا، يخرج بول، فعليه ان يغسل هنا ذكره اللي خرج منه البول ويستبرأ، ان يستبرئ من البول. بمعنى هذه نقطه مهمه جدا. الله يرحم لك الوالدين على هذا السؤال. هذا سؤال وجيه اغلب المسلمين ما كيوقعوش فيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد النهار غادي هو شي صحابه ووقف على واحد جوج قبور ويقول لهم جلسوا. قال لهم هاد جوج قبور، قال لهم جيبوا لي واحد شويه الجريد خضر. جابوه ليه وغرسوا في هذوك جوج قبوره وقال لهم هاد جوج قبوره انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. كيتعذبوا وما كيتعذبوش على شي حاجه كبيره. اما احدهما، واحد في هذوك القبوره، فكان لا يستبرئ من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. بمعنى الاولاني ماذا افهم انا؟ فهمي اش كنفهم؟ لا يستبرئ من بوله بمعنى ما كانش كيطهر من البول ديالو مزيان، كيبول كيغسل دغيا داكشي، كيبقاو قطيرات. كيقدر هو وقف وشي قطره دازت ليه في مايو ديالو، في الجبان ديالو بالعربيه. هذا الشيء علاش بغيناك السي الذوق تشرح لنا كيفاش الانسان ممكن انه يستبرأ من البول مزيان. اذا كيدوزوا ليه القيطاز ويقدر ما يحسش بهم، وها هو الوضوء ديالو وضوء غير صحيح لان فيه نجاسه، بول نجاسه، او كاينه فهم اخرى عاوتاني. اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله بمعنى انه لهذيك الثانيه لا يستبرئ من بوله، اي انه لا يصلي.
كيصليش كاع، ما كيتوضاش ما كيتوضاش في الأصل. حيت واحد القضيه في الواقع ديالنا كتلقى بنادم دابا كيبان لك وزوين وانيق وملابسه فاخره وريحته عطيره، ولكن في الحقيقه الا ما كيصليش. هذا واقع كنت كيكون اللي ما كيصليش راه ما غاديش يطهر ما كيكونش نقي 100%. ما غاديش يطهر من البول ديالو صحيح. مزيان. واغلب الناس اللي تشوفوه ويعجبك في صورته واذا رايتهم تعجبك اجسامهم راه كتلقاه كيبول واقف. هذا كلام ما خصناش نحشموا منه. واللي كيبول واقف راه لم يستبرئ من بوله. اذا في البول خاصنا بنادم يبول اولا صحيا وعلميا، خصو يكون جالس. بعد هذه هي الاولى، هذه علميا قلبوا على الشباب، راه اللي كيبول واقف مع المده كينتج عليه مرض ديال اما ديال المثانه ديال البوله ولا ديال البروستات، حيت هذاك البول كيبقى تما. ثانيا ملي يبول هو جالس يسليتو، كنقولوا بالعربيه يسليتو ذكره جيدا، بمعنى كيحاول يخوي النبوله ديالو، يخوي النبوله ديالو، يبقى يصبر واحد شويه ما تبقى حتى قطره. هذيك الساعه استبرأ من بوله. عاد باش نجيو غنتوضاو، هذا الوضوء اللي غنتوضاو 3 في اليدين و3 في الفم و3 في الانف والوجه 3 واليدين حتى لهنا 3، عاوتاني اليدين حتى لهنا مزيان نقولها. هاد اليدين حتى لهنا راه خاص بنادم يدخل هنا يدخل في العضد، ماشي غير هنا، ماشي احد هنا. الا احد هنا راه وضو ناقص، خصو يدخل في العضد، يدخل هنا يدخل حتى النص ديال هنا ضروري. وديك القضيه ديال الانف عاوتاني كاين اللي كيشد الماء ويدير النفوه، بمعنى لا، هنا الوضوء الصحيح خاص الماء يدخل الانف، راه خاص الانف يطهر، خاص تستنشق الماء بالانف ديالك، كتحس بشي، كتحس بالمدخل، شي حاجه كتحس بها هنا كتنغمش. وثم كاين استنشاق واستنثار. شو واش ان يستنشق او يستنشق الماء وتهبط، تستنشق الماء وتنفرو، هذا طهرتي الانف ديالك. وهذا الوضوء باختصار من بعد منه مسح الراس ورده ومسح الاذنين والرجلين ومن الاخرين، نحن لا ننظر اليه على انه وضوء مادي هكا بالماء، حيت هذا الوضوء المادي بالماء درتيه مزيان راه هذيك الصلاه غترتب عليه صلاه صحيحه. القبول ديالها ما كنناقشوش، المهم الوضوء مزيان. مفتاح الصلاه الطهور. الصلاه باش تبدا خصنا الطهور، ومفتاحها التكبير واختتامها التسليم، ولكن لا يقبل الله صلاه بغير الطهور. فهمتك. ولا صدقه من غلول، سيدي ربي ما يقبلش انك تصدق في سبيل الله وهذاك المال تخاونه، او لا تصلي او لا تصلي وانت ما مطيش. اذا الوضوء اول حاجه ان الانسان يتوضا ويحسن وضوءه. واعتقد على اننا هضرنا في حق الاولى على التوبه، وهضرنا على الفضل ديال الله سبحانه وتعالى ديال التوبه. هنا راه قال لك اللي توضا، اسمعوا مزيان هذه الشباب، من توضا واحسن وضوءه وخرج الى الصلاه لم تخرجه الا الصلاه. خرج الصلاه غادي خارج غير على الصلاه، ما غاديش خارج باش تتلاقى مع المهدي او باش تتلاقى مع زكريا، خارج لانني غادي نصلي. كل خطوه يخطئ، كل خطوه اخطوها كتقيد لي حسنه، وكل خطوه اخرى كنخطوها كتمحي لي سيئه. سبحان الله. ولذلك الناس العارفون بالله والناس اللي كيعرفوا كانوا كيمشوا للجامع اللي بعيد، ماشي للجامع اللي قريب، ياخذ الاجر بزاف. وحنا دابا كنهضروا فيما بعضياتنا فيما بيناتنا، وكيقول لك والله سيدي لا ما كرهش شي سكنه ولا شي الجامع 11 جامع. هذا راه فاهم وما فاهم. اللي فاهم مزيان راه خاصو دار بعيده على الجامع، قد ما كثرتي الخطوات قد ما كتكثر الحسنات وكتمحي السيئات. هي شويه من العجز. صدق هذا الشباب هذا هالعار يمشي غير للجامع اللي مزيان، حتى الجامع اللي حدا راه مزيان. حنا نقولوا سير للجامع اللي حداك، او لا يصلي غير في الدار، او لا يصلي في الدار. ما نقولوش ليه سير للجامع ولا صلي بلا وضوء. العار غيصلي بلا وضوء راه ما كيداش. العار غيصلي. لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. بحال هذيك القصه ديال واحد الفقيه مشى لواحد القريه ولقى فيها غير الناس فلاحين، كل شيء معاطي للفلاحه، ولقى الفقيه اللي قبل منه حيتاش كيكون باقي تماك، هو جا ولقى باقي الفقيه اللي قبل منه
باش يسلم ليه المسجد والمفاتيح وهذا، لقى ان العدد اللي كيصلي من وراه قليل واه وقال لي شنو السبب ديال هذا الشيء وهذا. قال لي راه الناس كيكونوا مشغولين في الفلاحه وهذا ما كيجيوش يصليو. خدا البديل ومشى كيسول الناس علاش ما كتدخلوش للمسجد انكم تصليو. قال لي يا سيدي حنا راه كنكونوا في الفلاحه وملي كيأذن المؤذن كنكونوا لابسين لي بوط باش نجيو باش نحيدوا لي بوط وندخلوا للمسجد كيكونوا فيه رائحه كريهه وما كنبغيوش كنكونوا متسخين، وتا باش نحيدوا لي بوط ونغسلوا رجلينا وهذا كيكون وقت الصلاه داز. نعم. اش قال لهم؟ قال لهم يجوز لكم تصليوا بلي بوط ديالكم باحذيتكم. مزيان جابوا ولاو كيجيو للمسجد كاملين كيصليو بلي بوط ديالهم. ارى وصلت الوقيته ديال انه يمشي لبلاصه اخرى ويجي فقيه اخر لقاهم كيصليو بلي بوط. قال لي واش انت مسطي؟ الناس مدخلهم كيصليو بلي بوط ديالهم والمسجد كيتوسخ وهذا كيفاش هاد القضيه؟ قال لي انا دخلتهم المسجد وانت حيد لهم لي بوط. هذاك الشيء حتى حنا اللي غنديروا دابا. لا شوف ايها الشاب، ايتها الشابه، ايها الانسان، ايها الجميل، حنا داوين على الوضوء هنا اللي داوين عليه دابا حاليا هو وضوء ظاهري ديال الماء. اما حنا او لا انا اريد ان اتحدث عن الوضوء بكيفيه اخرى من غير هو صحيح ولكن ببعد اخر. ما هو هذا البعد؟ بغينا السيد دوق حتى الادعيه اللي كيديروا الناس في الوضوء. هو انك بعدا مزيان غنقولوا هذه الادعيه ياك، ومنها الصحيح واكثرها غير صحيح. اولا انني من غنكون غادي نتوضا انني انوي النية. هذا الوضوء لماذا؟ للصلاه. النية بمعنى النيه هي راه منين تتوضا راه نيه. مزيان في حد ذاتها النيه ماشي ضروري في النيه. وغادي نرجعوا للنيه من بعد. غنرجعوا للنيه من بعد. ما كنقولش انوي ان اصلي او اللهم اني نويت ان اصلي ابدا. النيه حتى كنشوف بعض الاشخاص اللي كيدخل كيوقف قدام باب الوضوء اللهم اني نويت ان اصلي العصر وعاد كيدخل يتوضا. النيه باختصار النيه محلها القلب، والنيه ملي كنقولوا محلها القلب اي لا يشترط التلفظ بها، لا يشترط انني نقولها، نويها في قلبك الله اعلم بها. غنجيو لها في حلقه اخرى. مزيان. اذا هنا اللي بغيت ناكد عليه هو ذاك الوضوء ملي نكون كنتوضا، انا كنتوضا بالماء واغسل يدي وندير في عقلي وفي قلبي انني اغسل الذنوب والمعاصي اللي ارتكبتهم بهاد اليدين. وملي نغسل فمي نشلل فمي ونتمضمض ندير في عقلي وفي قلبي كل كلمة سيئة وشي كلمة اللي قلتها يا سيدي ربي ماشي هي هذيك انا كنغسلها بالماء وتغسلها ليا من الدفتر ديالي ومن الكناش ديالي. وملي نستنشق ونستنتر ما شممته بأنفي من شيء لا حق لي في أن أشمه فاغفره لي يا الله. وحين أغسل وجهي ما نظرت إليه الجوارح اللي كنغسل، أنا كنغسل فيهم بالماء وكندير في عقلي وفي قلبي باش الله سبحانه وتعالى بحال دوك المعاصي اللي ممكن أنني نكون شفتهم بعيني فاش كنغسل وجهي ندير في بالي أنني كنغسل المعاصي اللي كنقي عيني. الأذن كذلك داكشي اللي سمعت ولا هذا وراسي ورجليا وكل شيء. إذا كنغسل بالماء ولكن عقلي وقلبي فيه أنني أنا أغسل هذه الأعضاء بالماء وأن الله تعالى يغسلها من الذنوب والآثام التي ارتكبت. نقدروا نقولوا تاع على رجلين دوك الخطوات اللي خطيتي في المعصية يغفرهم سيدي الله. إذا تخيل معي أيها العبد أنك تتوضأ 5 مرات، وهذا راه ماشي إبداع ديالي، هذا راه إبداع ديال سيد النبي. قالوا الصحابة قال لهم تخيلوا معي بحالك راه هكذا ينبغي ان يكون حديثنا عن الدين، نستلهموا اش كتقولوا نتوما نتانسبيراو من سيد النبي. نتانسبيرا من سيد النبي هو احسن مؤثر. سيد النبي جالس مع اصحابه وقال لهم بحالك بالدارجه، قال لهم وقولوا لي بحال اللي بغينا نترجموا الحديث بالدارجه قولوا لي دخلنا عليكم بالله الا شي واحد فيكم عنده شي روبيلي ولا شي ساقيه قدام باب دارو وفين مخرج كيغسل منها 5 مرات في النهار، واش غتبقى فيه شي وسخه؟ لا
دابا جاوبني انت في بلاصتك. يستحيل. قالوا لي لا. نقولها الى واحد عنده السخان ديال الماء في الدار وكيفيق الصباح يدوش 5 المرات، يتغدى يدوش 5 المرات في العشيه يدوش 5 المرات في النهار. واش باغي غتشم فيه شي ريحه؟ ماسيه. قال لهم يستحيل. واخا يكون عنده مرض ديال الابطين ولا هذا ما غتشمش فيه الريحه. قال لهم سيدي النبي بحال هكا، قال لهم واش الا كل واحد فيكم كي يغسل هاد الاطراف ديالو 5 المرات في النهار واش تبقى في شي وسخه؟ الصحابه قالوا لا سيدي النبي. ما يمكنش. قال لهم فكذلك، تابع معايا مزيان، قال لهم فكذلك الصلوات يمحو الله بهن الخطايا. سبحان الله. فكذلك الصلاة بحال هذاك الماء كتغسل به، هذاك الماء كيغسل الوسخ. الصلاة كتغسل الخطايا والذنوب. شنو هي الخطايا والذنوب؟ هي داكشي اللي كنديرو. والله خلقنا اللي باش نديروا الخطايا والذنوب. سبحان الله. ممكن تكون درتي خطيئه مع 10 الصباح في الظهر، سيدي ربي يمسح عليها. اذا بلغه اخرى الصلوات الخمس، نرجعوا اللغه ديال القومه، الصلوات الخمس قومه. دابا تخيل معايا ايها الانسان، ايها العبد، انت كدير صليتي الصبح ودرتي داكشي اللي قسم لك راسك. حتى لا اقول قسم لك الله، انت والوسوسه ديالك وشيطانك ونفسك. انا اقول نفسك التي بين جنبيك شيطانك. صح. نفسك الشيطان ديالك، نفسك قالت لك دير شي حوايج درتيهم، جا الظهر توضيتي وصليتي. راه سيدي ربي كيقول لك هذاك الشيء اللي درتي بين الصبح والظهر مسحتو لك. قبل ما ندوزو للصلاه مسحتو لك. قبل ما ندوزو للصلاه بالتفصيل. نعم. الوضوء. نعم. الادعيه ديال الوضوء. الادعيه ديال الوضوء المأثوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه، هو انني كنقول ملي كنبغي نتوضا: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه قبل ما نتوضا. شوف شوف هاد جوج كلمات: اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين. توابين سهله. اي التوابين اشنا هي؟ اي الكثير. لاحظوا معايا الله يرحم والديك، كثير التوبه. ما معنى كثير التوبه؟ انه ديما كيتوب. واش هضرنا في حق الاول على التوبه وربط هذه بهذيك؟ ما معنى التوابين؟ اي الكثير التوبه. ما معنى كثير التوبه؟ اي انه كثير الخطا. اذا هو يخطئ ويتوب ويخطئ ويتوب. ثم تفكر معايا: وخير الخطائين التوابون. صحيح. خير الخطائين بمعنى ان الله راه قال لنا اخطئوا وتوبوا. ومنين سلم الوضوء؟ ولا كاينش حاجه اثناء الوضوء؟ كاين شي دعاء؟ لا هذه كلها كاين بزاف ديال الاحاديث، ولكن حقيقه احاديث اما ضعيفه قبل الوباء، اما ضعيفه او لا اصل لها، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اما ديك بزاف ديال الحوايج داخلين في العبادات لا اصل لها. منا كاين شي ناس انا اللي كنشوفهم ممكن تشوف كيديرها كيلوح الماء من هنا على اليمين والماء على اليسار. الرش ما عرفتش شنو هو اش كيقصد به الله اعلم. وفي الاخر ملي كيسالم يبغي يوضي الملائكه. وفي الاخر ملي كيسالم من الوضوء كيقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وتا يلا غتشهد. كيقول لك هذيك ضروريه. وما كاين لا ضروريه لا، ولكن هذا ثابت هو هذا. شي حاجه اخرى يعني ملي كتسالي الوضوء ما كدير حتى شي حاجه. انت توضا تقدر دير دعاء ديال الخروج من المنزل. هذاك لا من مرحاض ديال هذاك الدخول ديال لي طواليت ديال المرحاض. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول من الدخول مزيان. ملي ذكرتي لي هذا، حيت اكثر الناس يخطئون فيه. اكثر الناس اش كيقولوا: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. لا، الصحيح اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث ذكران الجن واناثهم. الخبث والخبائث وليس الخبث والخبائث. الخبث والخبائث. علاش؟ وهذه مزيانه معلومه ياخذوها الناس، واعتقد على ان الشباب عارفينها. راه لي تواليت، علاش كيقول لك ديما لي تواليت خاصهم يتسدوا؟ علاش خاصهم يتسدوا؟ ديك الطاقه السلبيه كلها كتجي من لي تواليت، ولي تواليت هو مكان ديال الطاقه السلبيه. انا شفت واحد الداعيه كيقول العكس، كيقول لك لا ما كاينش مشكل ان الطواليت تبقى محلوله. وحنا اللي عارفين حسب العلوم الحديثه ان الطواليت كتخرج منها طاقه سلبيه، خاصها تنظف
ما يبقاش هي علاش اللي كيخرج منها سيلفي هو الريحه مزيان الطاقه وداك الشيء مزيان دابا المراحل غالبا اش كيدار فيها وعلاش كاين الناس اللي بيقولوا اللهم اني اعوذ من الخبث غالبا ما يقع في المراحل هو كله شي حاجه اللي بنادم خصو يتخلص منها. ما كتكونش شي حاجه زعما ديال تكون شي حاجه ماشي شي حاجه اللي طاهره. كنعرفوا انه داك النوع من المخلوقات كتعجبهم النجاسه. اذا بنادم ينظف هذيك البلاصه ديالو. هو واش دعاء دابا هذا السفسار من اللي خرج هذا السفسار السيد نعم حيت الدعاء اللي كيقولوا كنعرفوا انه دعاء الخلا. ولكن واش هو نفسه دعاء المرحله؟ هو نفسه دعاء المرحله، والدليل على اننا نستحضروا نعم الله تعالى حيت ما كانوش مراحيض فهذاك العهد ما كانوش مراحيض في البيوت، ما كانوش مراحيض مبنيين، وبفعل التطور الحضاري ولينا كنبنيو محاضر. اذا يطلق عليه في العربي الخلاء، يطلق عليه مرحاض، يطلق عليه كنيف، يطلق عليه بيت الراحه، كاع المصطلحات، بيت الراحه، بيت الماء، كل اي حاجه، بيت الوضوء في بعض البوادي، دار الوضوء، بيت الوضوء، وفي بعض البوادي كيقولوا مياضي، كل بلاصه جميع المصطلحات. واحد المكان كنقولوا بالعربيه قضاء الحاجه، بنادم كيقضي فيه حاجته. نعم. وملي كيخرج علاش كيقول غفرانك؟ معنى غفرانك بمعنى غفرانك الناس بحال كتحمد الله انه صرف عنك الاذى. وتخيل معايا ايها العبد الضعيف، ايها الانسان، ان هذاك الشيء ما سهلش الله وما خرج. كاين ممكن. وتخيل معايا مش ما غنمشوش للخروج الكبير وغنمشيو للبول. ممكن تخيل غير البول. كاينين الناس الله يشافي فيهم كتكون عندهم لا تحبس فيك غير البول، خاصك تدخل طاقم طبي ماشي غير طبيب واحد. كل واحد يتخيل الا تحبس غير البول اش غيوقع، راه لا يطيق نفسه. الحمد لله على كل حال. اما تحبس الخروج كبير راه حاجه اخرى. اذا ملي العمليه كدوز سلسه وسميتو كنخرجوا كنقولوا غفرانك يا الله صرفت عني هذا. بحال ملي كنعطسوا كنقولوا الحمد لله. مزيان. اذا انا اللي بغيت نركز عليه بغيت نستفسروا حتى على سبيغ الوضوء اللي كنسميوه حنا سباغ الوضوء. يعني امتى يكون وكيفاش يكون؟ كاين اسباغ الوضوء وكاين تجديد الوضوء. تجديد الوضوء هو ان الانسان واخا مضي ما نقض لا وضوء لا والو يجدد وضوءه. علاش؟ لان كلما جددت الوضوء ديما فيما كتوضا عندك واحد الرصيد اضافي ديال الحسنات. اما اسباغ الوضوء كنقولوا اسباغ الوضوء بمعنى اتمامه على بشروطه واركانه وهيئته، بمعنى ان تتقن الوضوء على المكاره. كيف على المكاره؟ بمعنى ان كما كتقول كما قلتي دابا شي شويه العجز وما فيك ما ينوض يتوضا وكتقول لا نوض نتوضا، خاصه ناخذ الوضوء الحال بارد وما عندك السخان ديال الماء وغتوضا بماء بارد. اذا لاحظ معايا ما كاين السخان ديال الماء والماء بارد وكتقول لا نصلي نتوضا. اذا لا شك ان الاجر سيكون مضاعفا. وما نفهموش منا عاوتاني على ان لا انت عندك سخان وتوضا بماء بارد، الا ما قلناش هذا الكلام. حنا الله سبحانه وتعالى ديما مع السهل. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. ديما حنا في الاسلام باش كنختاروا الحاجه السهله، الحاجه الصعيبه ماشي ديالنا وماشي من ديننا. اذا انا عندي سخان وعندي ماء سخون وعندي ماء بارد، توضا بماء سخون. ما عنديش الماء سخون توضا بماء بارد. وهذا هو على المكاره، بمعنى انا اكرهه. كنكره الماء بارد، ولكن حيث غنأدي به عباده كنت هذا هو اسباغ الوضوء على المكاره. ثم اللي بغيت كيفاش كيكون سبيغ الوضوء؟ اللي بغيت نركز عليه هو بغينا الوضوء معنوي. كيف الوضوء معنوي؟ انني اتطهر طهاره معنويه، ماشي طهاره ماديه. ماشي كنغسل الوسخ، كنغسل الذنوب. حنا دابا في هذه الوقيته هذه كنا نضاف. بلات النظافه شيء مهم في هذه الوقيته. يعني داك الوضوء اللي كتغسل راه كتغسل معنوي، داك الشيء ماشي مادي. اذا خصني نغسل الاخطاء. غير هذاك سبيغ الوضوء كنعرفوا ان الناس كيكونوا زربانين باش يمشيو للمسجد، وهذا كيغسل يده مره، يتمضمض مره. هذا ثبت في السنه، والجائز ويمسح على الجوارب يجوز. واش هذا جائز؟ وشحال مره ممكن نديرها انا في النهار؟ الجوارب تفصيل اخر.
جوارب. بما ان كاين شروط هنا كيدخلوا فيها الفقهاء. كنا نتحدث عن الوضوء وقلنا اسباغ الوضوء. المقصود باسباغ الوضوء هو ان بكل بساطه هو ان بنادم يتوضا مزيان. ما معنى يتوضا مزيان؟ يغسل يديه حتى لهنا مزيان 3 المرات، ويخلل بين هذا سميتو، ويغسل فمه معنى مزيان. ماشي كاين بعض الناس اللي كيدير الماء ويدير، كاين اللي كيشرك فمه معني يفوت دقه وحده لا، يغسل فمه ويفرك بالسبابه والابهام، يدخل السبابه والابهام ماشي غير يمضمض. ماشي غير يدور الماء في فمه، يدير هكذا وهكذا ويفرك 3 المرات ويلوح الماء، ثم ان يستنشق كما قلنا مزيان، وان يستنثر مزيان. خاص يدخل الماء هذا في الوضوء ولا في اسباغ الوضوء؟ في اسباغ الوضوء. حاجه انا اللي كنعرف على اسباغ الوضوء زعما هو اللي بالزربه مره واحده مره. احنا جايين لهذا الكلام ياك. ثم وجهه ثم يديه كما قلنا، ويدخل ان يشرع في العضد، ثم راسه كاملا يقيسوا الماء بحال هكا ايدو، ويدير الراس ويرجعه، وبهذاك الماء اللي في يديه كاين اللي كيقول نجدو ما اخر اللي كيعتبر الاذنين ليس من الراس، كيقول لك ناخذوا ما جديد، واللي كيعتبر الاذنين من الراس مع الراس كيقول لك مع هذاك الراس ندوزوا الودنين نمسحوهم، ثم بعد ذلك غنمشيو للقدمين ونغسلوا القدم اليمنى والقدم اليسرى. وهنا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وأكد يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. الأعقاب هو العاقب اللي في الرجل، واحد بحال ديك الكعبة وبحال واحد طالع معه بحال واحد العصيبة، واحد العصبة هذيك خاصها تغسل، خاصو يمسها الماء وخاصها تغسل، ماشي غيدوز على يعني يفوت الكعبة وهذا اللور ديال الرجل، هاد العصبة اللورانية خاصها تغسل. هما الأعقاب هادوك خصهم الماء، حيت بنادم لا مرضش البال كيغسل رجلوها من القدام. ثم هذا الوضوء ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه توضأ ثلاثا وتوضأ مرتين وتوضأ مرة. وهنا هذه من الأمور اللي خصنا أن نعيد إحياءها. الناس كلهم كيعرفوا 3، ولكن لظروف معينة زربان عندي شي شغل، وبلا ما يكون زربان كاع انا ساتوضا مرة. علاش؟ باش نحيي واحد السنه ديال سيد النبي اللي مابقاش كيدير. ويكون الوضوء ديالي صحيح، نتوضا مرة كل شيء مرة، وبعد المرات نتوضا مرة وبعد المرات نتوضا 3 باش تاخذ الاجر ديال احياء السنه ديال السنه كامل. ثم مساله مهمه هنا في الوضوء، هو انه احيانا نتوضا ونغسل رجلاتي ولا لبست تقاشرات، غير تقاشرات ما يكونوش رقاق، بمعنى الا مسحتي عليهم الماء كيمس جلدك، يكونوا شويه غلاظ. هادو توضيت مع الفجر ولبستهم مع الفجر. الى انا في نفس البلاد، انا في كازا وبقيت في كازا، كنمسح عليهم حتى الفجر ديال الغد 24 ساعه نقيين الا كانوا نقيين. طبعا، وانا انا خصني نلبسهم نقيين. غير ما تكونش داك الحذاء ديالك يكون فيه واحد الريحه ولا هذا، باش ما تاديش الناس اللي كيصليو. نهضروا دابا هنا بلادين، غير انا كانسان راه ملي لبست قيصرات تخص نلبس قيصرات نقيين وزوينين. هذا راه انسان كاع ماشي مسلم. اما المسلم راه شي حاجه اخرى زايده على الانسان والمسلم. لا، درنا غير على الرائحه في المسجد باش ما تاديش الناس في المسجد تكون، حيت ممكن انه في الفجر يكونوا لبسهم جداد، ولكن الحذاء ديالو ما نقيش. لا، الحذاء يكون نقي. انا ذاك خاصني قيصرات نقيين ونمسح عليهم في المنجي، نتوضا نمسح عليهم 24 ساعه. الا كنت خارج كازا، بما خرجت من المدينه اللي انا فيها، عطاني اسلام نمسح عليهم 3 ايام، بمعنى 24 72 ساعه. 3 ايام. هذا الشيء كله فين داخل، بلا ما ندخلوا لديك المتاهات ديال النقاش. لا يجوز المسح على الجوربين، لا يجوز صافي حسمنا فيها. وعلاش؟ من باب، وعباد الله وايها الناس، من باب التيسير في الدين. الدين غير واحد القاعده نتفقوا على السي مهدي، الدين الاسلام الحمد لله اي حاجه فيها مشقه فاعلم انها ليست من الدين. علاش؟ القاعده الكبيره، القاعده الذهبيه تقول، قول الله ماشي قول ديالنا،
ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. صح. ما يريد الله، لا يريد رفع عليك الحرج. دابا بعقلنا واش الله سبحانه وتعالى بغى يلزمنا بالدين باش يدير لنا الحرج؟ وهذا الشيء اللي قلنا السي الدق ما كيشملش الناس المرض، طبعا كيشملش. طبعاً. كاين الناس الناس المرضى اللي عندهم- فيهم الجرح يجوز لهم عندهم رخص التيمم. بوحدهم. كاين الناس اللي عندهم اللي عندهم ضربه في الراس يجوز لهم التيمم. كاين بزاف د الحالات. وكاين الناس اللي ما كينوضوش حتى من الفراش، هذوك حتى التيمم ممكن انهم يكون مرفوع بعض عليهم. الحالات التي اجاز فيها الاسلام ان ممكن، راه حنا ما كنتخيلوش ولكن خاصك تخيل. راه احيانا تقدر تكون في شي حالات اللي ما عندك لا ما لا والو، وما عندك لا ما لا تيمم. ما عندك لا ما لا تيمم، ونقضت الوضوء. هنا الإسلام يقول لك أن تؤدي تلك الصلاة ولو بغير وضوء. علاش؟ لأنك في واحد الحالة، في واحد تقدر توضا زعما الوضع. تكون دير نية الوضوء، غير تحك يدك لا على والو، يدك لا لا لا، ما تصلي نيشان. ما تصلي نيشان. تخيل احنا بدون وضوء. احنا نبسطوه واحد تخيل معايا، هذه حالة ماشي الخيال، من الواقع. تصور معي شابة، مرأة، راجل كبير، مرأة كبيرة في حالة وصل لواحد الحالة الصحية كنقولوا حنا دخل الإنعاش. أو تدري ما معنى الإنعاش؟ صافي الإنعاش يعني ممكن أنه يكون فاقد الوعي. حنا غنديروه ما فقدش الوعي، ولكن في إنعاش وكله خيوطة. عنده خيط ما كيتحركش، عنده خيط في الانف ديالو، عنده خيط في ظهره، عنده خيط في ايدو في كذا. اش غنقولوا ليه؟ لا نجيبوا ليه حاجه تيمم. لا توضا. كنشوف ناس انا في السبيطار بالسيرو ديالو نايض ومدخل السيرو للطواليط وكيتوضا. اذا القاعده اللي قلنا دابا السي مهدي باش ما تنساش، القاعده الذهبيه اش قلنا؟ ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. ان الله يريد بكم اليسر الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم اي حاجه فيها بالدارجه باللغه ديال الشبابيه، الشباب القديم، اي حاجه فيها التعنكيش ما كايناش في الدين. لا شباب في الدين سهله شباب سهله مهله. بالمنطق. اي واحد غيصعب عليك الدين فاعلم انه ليس من الدين. المنفرون هادو لهم حلقه. بشروا ولا تنفروا. كيقولنا بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ولعلي اختم بها قبل ذلك نجيو الصلاه. ان الله لا دابا الصلاه غادي نخليك تقول هذه. ولكن حنا كان كيسحاب لينا ان قلنا الموضوع ديال هذه الحلقه هو الوضوء والصلاه. كان كيسحب لنا ان الوضوء سنمر عليه مرور الكرام، فاذا بنا الوضوء موضوع بوحده، خاصو حلقه بوحده. هذا الشيء علاش غادي ندويو دابا على الوضوء، وفي الحلقه الجايه ان شاء الله غادي ندويو على الصلاه. ختم لينا السي انا اختم بهذه المساله، هو ان هذا الوضوء الذي هو مفتاح للصلاة. لماذا نتوضأ؟ هو سبب أو شرط من شروط الصلاة. لا تصح الصلاة بدون وضوء. الغاية من الوضوء علاش أنا غنتوضأ؟ باش نصلي. هذه الصلاة أنا أقول هنا وحين نرجع إليها في حلقة أخرى أن الله لا يريد منا صلاة عبارة عن حركات، صلاة فارغة. الله يريد منا صلاة ممتلئة، صلاة فيها روح، صلاة نصلي بقلبنا قبل ما نصلي بقلوبنا، قبل ما نصلي بالجسد ديالنا، نصلي بأرواحنا لا أن نصلي بأجسادنا. شكرا دكتور الضوء، الوقت داهمنا. بارك الله فيك. شباب دوينا على الوضوء، سهلة بسيطة، سير غير باللوجيك على قول الله أكبر، نوضوا توضاو وتصليو. نراكم الحلقة القادمة إن شاء الله، غنتحدثوا على الصلاة. ما تنساوش تخليو لنا الأسئلة ديالكم في الكومنتير، وديروا لايك وجيم ياك ولا لايك يا جيم وتشتركوا في القناة باش يبقاو يطلعوا لكم الحلقات ديالنا. تهلاو.